ممكن لما تطلب منها إن انت تقابلها، لو هي سابت كل حاجة ونزلت ولبست ونزلت تقابلك يبقى بتحبك. لو اتكلمت معاها والمكالمة اخدت اكتر من 5 دقايق يبقى بتحبك، لان السن ده ما عندهاش طاقة، معنى انها تسمع مشاكلك يبقى بتحبك. ممكن لما تطلب منها ان انت تقابلها، لو هي سابت كل حاجة ونزلت ولبست ونزلت تقابلك يبقى بتحبك. لو اتكلمت معاها والمكالمة اخدت اكتر من 5 دقايق يبقى بتحبك، لان السن ده ما عندهاش طاقة، معنى انها تسمع مشاكلك يبقى بتحبك. الحب بعد سن 40 ده اصدق حب بجد. يوم ما واحدة او واحد يحبك بعد سن 40 اعرف وتأكد انها بتحبك بجد، بتصرفات بسيطة جدا. الحب بعد سن 40 مش تليفونات، مش هنقعد نحب بعض في التليفونات، لا. معنى ان هي وصلت معاك لدرجة ان هي في يومها قالت لك وحشتني، معنى ان هي وصلت معاك لدرجة ان هي في يومها قالت لك وحشتني وانت قلت لها وحشتيني، ده قصدك حب. الحب بعد سن 40 ما بيبقاش فيه تلاعب، الست بتبقى نضجت بما فيه الكفاية، مش هتقدر تدي مساحة او هتكلم حد في التليفون وتسمع مشاكله وتهتم بيه. يعني الحب بعد سن 40 بيبقى داخل على ارتباط وجواز، بيبقى داخل على تفاهم، بيبقى الراجل نضج جدا والست نضجت جدا. فمن أصدق الحب بعد سن 40 ده بالنسبة لي. بعد سن 35 وال40 بيبقى حب فعلا، لان بتبقى تعبت جدا 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 جدا، وصلت لمرحلة ان انت فهمت نوعيات الستات وهي فهمت نوعيات الرجالة. ففي ناس كتير قوي تقولك ده كبر او دي كبرت، لا. وبرضو الحب بعد سن 50، وبرضو في حب بعد سن 60. طول ما انت عايش على الدنيا الحب موجود، وممكن تفضل طول حياتك ملقيتش الحب ولقيته في السن ده، ولقيت ست معاك بتسمعك، ولقيتي راجل بيسمعك وبيحبك وبيعمل عشانك حاجات وبيثبت ان هو بيحبك وبتثبت لك انها بتحبك. امسكوا ببعض قوي واوعوا تخلي الحب ده يزيغ من ايديكم.